هنتكلم النهاردة عن بنت اتصابت بالعمى من وهي عندها 5 سنين، وبعد 20 سنة قدرت انها تعمل زرع قرنية وتشوف مرة تانية. لكن القرنية اللي اتزرعت دي تخص متبرع كان مش عادي، وان المتبرع ده مات منتحر لانه كان بيشوف حاجات مش طبيعية وارواح الناس الميتين. وبطلة فيلمنا بعد العملية دي بتبدأ هي كمان تشوف حاجات مش طبيعية وبتتعرض لنفس الحاجات اللي صاحب القرنية كان بيتعرض لها. ويلا يا اخوانا تعالوا نشوف الاحداث بتقول ايه، بس افتكر انك تعمل اللايك وتجيب كوباية القهوة وتيجي ونقول بسم الله. بيبدأ فيلمنا بشابة اسمها سيندي، واللي اتصابت بالعمى من وهي عندها 5 سنين، وبتكون في طريقها علشان تقضي الروتين اليومي بتاعها، وبتعمل الحاجات اللي هي متعودة تعملها كل يوم، وبتبقى متميزة في العزف على الكمان، وبتعمل مفاجأة هي وزمايلها للمدرب بتاعها في يوم عيد ميلاده. وبتكون سيندي محبوبة جدا من زمايلها، وبيبقى كل حلمها انها ترجع تشوف مرة تانية، لان ذكرياتها بدأت تتشوه من وهي عندها 5 سنين لما كانت بتشوف، ونسيت الاشكال والالوان، ونسيت كمان ملامحها كانت عاملة ازاي. وبعد ما بتخلص يومها بترجع مرة تانية لشقتها، وبتقوم من النوم لما بتسمع صوت المطر، وبتقف قدام الشباك بالمنظر ده علشان تسمع صوته وتستمتع بيه. وبتعدي فترة على الاحداث دي، وبتبقى سيندي عملت عملية لعينيها علشان ترجع تشوف مرة تانية، وفعلا زرعت قرنية جديدة، وبتبقى لسه ما تعرفش ايه نتيجة العملية دي. وبتجيلها طفلة اسمها إليشا، وبتفضل تهزر معاها، وبتعرف سيندي منها انها عندها ورم في المخ، وجت المستشفى هنا علشان تستأصله. وبيقعدوا يدردشوا مع بعض شوية حلوين، وكمان بيبقوا خلاص بقوا أصحاب. وبعد ما بتعرفوا على بعض بتسيبها إليشا وبتمشي، وبيجي الوقت اللي هيشوفوا فيه نتيجة العملية. وبيروح الدكتور لسيندي وبيشيل اللزق اللي على عينيها، وبتفتح عينيها بصعوبة، وبتقدر فعلا انها تشوف، لكن الرؤية بتبقى مشوشة شويتين، واكيد ده بسبب العملية. لكنها بتبقى فرحانة وسعيدة جدا لحد لما بتشوف ظل اسود واقف معاهم في الغرفة، وبيرجع يختفي ورا جسم اختها. لكن سيدني ما بتهتمش، وبتستعد علشان تقابل حياتها الجديدة. وبعدها بتيجي إليشا علشان تطمن عليها، وبتفرح جدا ان سيندي بقت بتشوف. وبالليل ما بتقدرش سيندي انها تنام من صوت المريضة اللي جنبها، ولما بتركز معاها بتشوف ظل غريب واقف قدام السرير بتاع المريضة دي، وبتسمع صوتها وهي بتكلم الظل، وبتقوله انها مش عايزة تمشي دلوقتي. ومع ان سيندي مش فاهمة اي حاجة الا انها بتشوف المريضة دي بتقوم من على سريرها وبتروح وبتمشي مع الظل. وبتفضل سيندي تتكلم مع المريضة دي وبتقولها انت رايحة فين، لكنها ما بتردش عليها. فبتقوم سيندي من مكانها علشان تدور عليها، لكنها بتشوف طفل حد غريب موجود في اخر الطرقة، وبيختفي الطفل ده بسرعة كبيرة من قدام سيندي اللي بتبقى يدوب شايفة على قدها. وبتسمع صوت جاي من وراها، وبتلاقي اشباح كتير حواليها، وفعلا بتبدأ تتزاول من اللي بيحصل، وبيختفوا بسرعة فجأة من المكان زي ما بيظهروا فجأة. وبتظهر المريضة دين قدامها، وبتقولها انت هتموتي من البرد، وبتختفي برضه فجأة. وتاني يوم بتفوق سيندي من النوم، وبتلاقي المريضة دين اللي جنبها ماتت، والممرض بيعرفها انها توفت ليلة امبارح. وبتفهم سيندي ان المشهد اللي شافته امبارح ده للطيف اللي كان واقف قدام سريرها كان مشهد لموت دين نفسها. وبعدها بتعمل سيندي شوية فحوصات على عينيها، والدكتور بيطمنها انها بتتعالج بسرعة وانها هتشوف كويس في خلال الفترة الجاية. فسيندي بتسأله عن القرنية اللي اتزرعت لها كانت تخص مين، وبتسأل كمان عن اسم المتبرع، لكن الدكتور بيقولها ان هو ما يعرفش، واهم حاجة انها بقت بتشوفه خلاص. وبعدها بتروح سيندي تقف قدام المراية، وما بتقدرش تشوف ملامحها كويس، لكنها اكيد بتكون مبسوطة وسعيدة جدا. وقبل ما تخرج من المستشفى بتروح تزور إليشا وبتتصور معاها كمان. وبعدها بتخرج هي واختها هيلين، وبوصلوا للبيت بتاعهم سوا. وبتتصدم سيندي لما بتلاقي كل قرايبها واصحابها وهم متجمعين في شقتها علشان يحتفلوا بيها وبرجوع نظرها. وبتفضل سيندي تتعرف عليهم وعلى اشكالهم من اول وجديد، ومن كتر الدوشه اللي حواليها بتبدا سيندي انها تتوتر وتقلق. ولما بيجي تاني يوم بتفرح وبتبقى سعيده جدا لما بتشوف شكل آلة الكمان بتاعتها. وبعدها بتروح على المطبخ وبتبص على الفرن اللي طالع منه صوت غريب، واول ما بتفتح الباب بتاعه بتطلع منه نار فجأة وبتحرق وشها. لكن بتقوم سيندي من النوم وبترتاح جدا لما بتعرف ان اللي شافته ده يبقى مجرد حلم مش اكتر. لكنها بتشوف الشقة اللي هي موجودة فيها وهي بتتبدل بالكامل لمكان تاني مختلف، وبترجع مرة تانية لشكلها الطبيعي. وبعدها بتروح تزور دكتور نفسي اللي بيطمنها وبيعرفها ان كل اللي بيحصل لها ده يبقى طبيعي، لانها عاشت فترة كبيرة من غير ما تشوف، وكانت معتمدة اعتماد كلي على السمع. اما دلوقتي فهتبقى اكيد متشتتة جدا من كتر الحاجات اللي بتشوفها مرة واحدة. وبتعدي الايام وبتحاول سيندي انها تواكب الحياة بالمنظور الجديد
بتاعها وبتخرج من شقتها وبتفضل تتمشى في الطرقة لحد لما بتشوف طفل بيظهر فجأة قدامها وبيبقى خايف جدا، وبتحاول سيندي انها تهديه، ولما بتبص بعيد وبترجع تبص للطفل مش بتلاقيه اصلا وكأنه اختفى فجأة. فسيندي بتضطر انها تمشي الدنيا وتتجاهل وبتروح تتدرب على الكمان كالعادة بتاعتها، لكن مستواها بيكون قل جدا عن الاول. ولما المدرب بتاعها بيشوفها في الحالة دي بيخرج معاها وبيروحوا يقعدوا في مطعم وبفضل يشجع فيها والكلام الحلو ده. ولما بيقوم ياخد الطلب بتاعهم سيندي بتشوف الست الغريبة دي وهي بتكلمها وبتقولها انت مفكرة اني ممكن انسى اللي عملتيه ببساطة، وبتعرفها كمان ان هي هتنتقم منها. وسيندي ما بتبقاش فاهمة اي حاجة من كلامها لحد لما الست دي بتختفي فجأة من قدامها، وبتفضل سيندي تدور عليها لكنها بتظهر فجأة بشكل مرعب وبتحاول انها تأذي سيندي لكنها ما بتقدرش وبتختفي مرة تانية. وبيحصل اكيد قلق في المكان، وبتتكلم سيندي مع المدرب وبتقوله ان كان في هنا واحده ست حاولت تهجم عليا، لكن المدرب كان واقف واكيد ما شافش اي حاجه. فبتضطر سيندي انها تسيب المكان وتمشي علشان ما حدش يقول عليها مجنونه. لكن الغريب ان اثار ايد الست دي كانت واضحه جدا على ترابيزه سيندي، وطول ما سيندي نايمه بتفضل تحلم بحاجات غريبه جدا، وبتسمع صوت ناس بتصرخ بانها ساحره، وبتقوم من النوم وهي مرعوبه وبتلاقي الكرسي الغريب ده قدامها وفوق حبل ملفوف كانه حبل مشنقه، والمكان بيبدا يتغير مرة تانية وبتحول لشقة غريبة ما نعرفش عنها حاجة لسه. وبتفوق سيندي أخيرا من الاشتغالات دي وبتروح للدكتور النفسي اللي بيعرفها إنها سليمة 100%، ده من خلال آخر فحوصات اتعملت على دماغها وعلى كمان ردود أفعالها. لكن سيندي بتبقى متأكدة إنها في مشكلة بسبب الحاجات الغريبة اللي بتشوفها، والدكتور بيبقى مصمم إن ده بسبب رجوع نظرها مرة تانية، وإنها لسه مش متعودة على إنها تشوف حاجات كتير في وقت واحد، وما بيصدقش أي حاجة من اللي سيندي بتحكيها له. فبتمشي وبترجع على بيتها وبتقعد تتفرج على التلفزيون وهي مندمجة لأنها أول مرة تقريبا تشوفه، لكنها بتلاحظ خروج ضباب من الغرفة اللي ورا التلفزيون. فبتروح عند الباب علشان تشوف ايه اللي بيحصل، وبتلاقي ظل اسود لجسم غريب واقف في الطرقة بره الشقة، وبتفضل مركزة لحد لما بيختفي وبيظهر فجأة تاني قدام الباب. وبتترعب سيندي من اللي بيحصل وبتبدأ تسمع أصوات مرعبة كمان حواليها، وما بتقدرش تتنفس من كتر الدخان اللي في المكان اللي بيتحول بالكامل لمكان تاني مرة تانية. والنار بتمسك في الشقة كلها، وبتشوف سيندي راجل النار ماسكة فيه وعمال يصرخ، واللي بيروح عليها وبيمسكها من ايديها وهو عمال يولع. وبتبدأ سيندي تشوف حاجات غريبة جدا مرة واحدة لحد لما بتفوق من كل ده وبتعرف ان هو كمان ده كان حلم. لكن لما بتبص على ايديها بتلاقي اثار حرق، بس الاغرب بقى ان الاثار دي بتختفي لوحدها كأن ما حصلهاش حاجة. ومن الخوف سيندي بتسيب الشقة وبتنزل الشارع وبتتصل على اختها لكنها مش بترد عليها، وبتفضل تتمشى في الشارع لحد ما في واحدة بتخترق جسم سيندي وبتدخل فيها حرفيا، والاتنين بيقفوا يبصوا لبعض وهم مش فاهمين ايه اللي حصل ده. وبتسمع سيندي صوت دوشة جنبها، وبتروح وبتلاقي ان في حادثة حصلت على الطريق، والبنت اللي لسه معدية من جسمها زي الاشباح دي بتشوفها ميتة نتيجة الحادثة. وبتفهم سيندي انها بتقدر تشوف ارواح الناس الاموات، وبتبص لشبح البنت الميتة دي وبتلاقي جنبها طيف غريب بياخدها معاه وبيصرخ في وش سيندي، وبيمشي هو والبنت لحد لما بيختفي من المكان. وطبعا كل ده بيبقى فوق قدرات سيندي، وانها مش قادرة تستوعب ايه اللي بيحصل لها ده. وبتدخل تقعد في مطعم علشان تهدى شوية، وبتبعت رسالة للدكتور النفسي وبتطلب منه يجيلها لانها مش فاهمة ايه اللي بيحصل لها. ولما بتركز في المكان اللي حواليها بتشوف الازاز وهو بيتكسر لوحده وبيرجع تاني لطبيعته، وحاجات بتولع وبترجع تاني تطفي. وبتفضل سيندي تتفرج على الاشتغالات دي لحد لما المطعم كله بينفجر باللي فيه وبيولع. وبتقف سيندي وبتلاقي ان المكان كله بقى مهجور وخربان، وان كل اللي كانت شايفاه في المطعم من شوية ده ما كانش حقيقي، او نقدر نقول انه كان مشهد من الماضي بتاع المكان ده. وبوصل الدكتور لسيندي وبتحاول تشرح له اللي هي لسه شايفاه، لكن الدكتور بيعرفها ان المكان ده حصل فيه حريقة من زمان ومات فيه 5 اشخاص، وما بتفهمش سيندي ايه اللي جابها للمكان ده اصلا. وبتفضل تحكي كل حاجة شافتها للدكتور، وكل الحاجات اللي كانت بتحصل في شقتها، وعن البنت اللي ماتت وشافت روحها قدامها، وانها شافت ظل غريب مع البنت دي، وانها شافت الظل الغريب ده اكتر من مرة في المستشفى زي يوم وفاة الممرضة دين اللي كانت جنبها. وبتخمن سيندي ان الكائن ده طيف بيظهر للناس وقت موتهم، وبتعرفوا ان اكيد العملية اللي عملتها دي هي السبب في اللي بيحصل لها. وبتقول ان العينين اللي بتشوف بيهم دول مش بتوعها من الاساس، وانهم اكيد السبب. لكن الدكتور بيبقى مصمم ان سيندي عندها اضطرابات، وان كل اللي بتقوله ده هري ومش حقيقي. فسيندي بتسيبه وبتمشي لما بتعرف ان هو مش مصدقها. ولما بترجع للمبنى اللي شقتها فيه بتلاقي الشخص ده واقف في الاسانسير بطريقه مرعبه، ولما بتبص في كاميرات المكان ما بتشوفش الراجل ده اصلا في الاسانسير، وبتفهم ان هو شبح ومش حقيقي. ولما الناس دول بيركبوا الاسانسير ما بيكونوش شايفين
شايفينه. فبتروح سيندي للاسانسير التاني وبتطمن ان هو فاضي ومفيش فيه اي حد، وبتركب فيه. لكن برضه بتبدا الاشتغالات وبتسمع اصوات مرعبه حواليها وبتشوف انعكاسات غريبه وراها، وفعلا بيكون في جسم غريب متعلق في الهواء وبيروح ناحيتها، وسيندي بتبقى شايفه انعكاسه واكيد هتموت من الرعب. والشخص ده بيكون قرب جدا منها وخلاص هيلمسها. سيندي بتهرب منه في الوقت المناسب وبتفضل تجري في الطرقه بكل سرعتها لحد لما بتلاقي نفس الطفل اللي شافته قبل كده، واللي بيقول لها برضه نفس الكلام، وبيكون لابس سترة ضد المطر. ولما سيندي بترجع تبص عليه بتلاقيه اختفى وظهر فجأة عند الشباك وبيرمي نفسه قدامها. ولما سيندي بتروح على الشباك بتلاقي الازاز بتاعه قوي، فبتكسره وبتبص تحت واكيد ما بتلاقيش اي حاجة. وهي ماشية بتسمع صوت الطفل مرة تانية واللي بيظهر لها من جديد بعد كل ده، وبتجري سيندي منه لحد لما بتوصل لشقتها، وبتبقى برضه لسه بتسمع نفس صوت الطفل وهو بيسألها عن درجاته في المدرسة. فبتنهار سيندي وبتفضل تكسر في كل الإضاءة اللي في المكان، وبتروح تغسل ايديها من الجرح اللي حصل لها لما كسرت الازاز، وبتحاول انها تضلم المكان على الاخر على امل انها ترجع عامية مرة تانية ومفيش حاجة تحصل لها من الرعب ده. وبتفضل على الحال ده لتاني يوم، وهيلين اختها بتبقى عمالة ترن عليها طول الوقت وسيندي ما بتردش لحد لما الشكوى بتوصل لحارس الامن اللي بيدخل الشقة عليها هو والدكتور، وبيفضلوا يدوروا على سيندي وبيلاقوها رابطة عينيها بالمنظر ده. وبيكلمها الدكتور وبيقول لها ان اختها بترن عليها بقالها يومين وهي ما بتردش، وبيرجعوا النور تاني للمكان. وبيسأل سيدني ايه اللي هي عاملاه في نفسها ده وليه هي عايزه ترجع عاميه مره تانية، وبيفك الرباط اللي هي عاملاه على عينيها، وبعدها بياخدها للمستشفى علشان تعالج الجرح اللي في ايدها. وبتقضي سيندي اليوم ده كله في المستشفى، وبتصحى على صوت إليشا اللي بتعرفها انها عملت العمليه واستأصلوا الورم اللي كان في مخها، لكنها بتكون بتتكلم بطريقه غريبه عكس اللي سيندي اتعودت عليها منها، وبتقول لها انها لازم تمشي دلوقتي وتخرج من غرفتها. وسيندي بتخاف عليها جدا وبتخرج وراها، وبتترعب لما بتشوف إليشا وجنبها نفس الطفل المرعب ده. وإليشا بتحاول انها تطمن سيندي عليها وبتقول لها ما تخافش، وبتمشي فعلا مع الطيف. لكن سيندي بتجري وراهم وهي بتصرخ فيها وبتقول لها ما تروحش معاه، لكن إليشا بتخترق الباب مع الطيف ده كأنها شبح. وهنا بتعرف سيندي انها خلاص فعلا ماتت وان اللي شايفاه ده يبقى شبح إليشا. وبتنهار سيندي في مكانها لحد لما بيجي تاني يوم، وبتلاقي هيلين اختها قاعده قدامها وبتطمن عليها، وكمان بيجي الدكتور يقف معاهم. وهيلين بتسلم رساله إليشا لسيندي وبتبقى صورتهم سوا. والغريب ان سيندي بتشاور على نفسها في الصوره وبتسال اختها وبتقولها مين دي، وهيلين والدكتور بتصدموا من السؤال ده. وسيندي بتقولها ان دي مش هي، وبتروح تقف قدام المرايه وبتحط صورتها قدامها وبتبص على نفسها. والمفاجاه ان انعكاس سيندي في المرايه يبقى لواحده تانية خالص غير سيندي الحقيقيه اللي في الصوره. وبتفضل واقفه مش فاهمه اي حاجه، وبعدها بتدور في حوار انها ممكن تكون ورثت جزء من حياه الشخص اللي اتبرع لها بالقرنيه، وان ممكن البنت اللي شافتها في المرايه دي تكون هي صاحبه القرنيه اللي اتزرعت لها. وبتروح تتكلم مع الدكتور بتاعها وبتحاول تعرفه وتفهمه ان في حالات لمرضى زرع الاعضاء ظهرت عليهم صفات الشخص المتبرع، وبتعرفه بحاله منهم قرت عنها بعد ما عملت زرع كبد. حست بعدها انها منجذبه للتدخين بشكل شره مع انها ما كانتش بتدخن اصلا، وان الشخص المتبرع هو اللي كان مدخن شره. والدكتور برضه ما بيريحهاش وبيقولها انها عامله زرع قرنيه وانها مش حاجه كبيره زي العمليات اللي بتتكلم عنها. لكن سيندي بتطلب منه انها تعرف هويه الشخص اللي اتبرع لها بالقرنيه، وبتعرفه انها بتشوف البنت صاحبه القرنيه دي في المرايه كل يوم. ولما الدكتور بيقول لها انه ما يقدرش يعرفها حاجه لانها اسرار مهنه وكده بتتضايق منه وبتسيبه وبتمشي وبترجع تاني لبيتها. وقبل ما تركب الاسانسير بتبص على الكاميرات علشان تتاكد هل اختها حقيقيه ولا اشتغالات، لحد لما بتوصل للدور بتاعها وبتلاقي نفس الطفل. وبتستغرب لما الست دي بتكلمها وبتقول لها انت شايفاه صح، وبتقول لها انه ابنها واسمه تومي. لكن سيندي ما بتردش عليها لحد لما الاسانسير بيقفل في وشها. وهيلين ما بتبقاش فاهمه اي حاجه وبتسال اختها وبتقولها الست دي كانت بتتكلم عن ايه ومين تومي. فبتعرفها سيندي انه يبقى ابنها وانه كمان ميت. وبعد الاحداث دي بحبه حلوين بتروح سيندي تقف قدام المرايه وهي شايفه شخص تاني غيرها، وبتسال انعكاسها في المرايه وبتقول لها انت مين وعايزه مني ايه، لكنها اكيد ما بتردش لحد ما سيندي بتسالها هل هي محتاجه المساعده. وفجاه بتلاقي ايديها بتتحرك لوحدها وبتروح عند عينيها، وكأن البنت دي بتقولها انها محتاجه عينيها مره تانية علشان تسيبها في حالها. وبتبدا سيندي انها تشوف نفس الذكريات للحريقه اللي مش مفهومه واصوات الصريخ والدوشه لحد تاني لما بتفوق من كل ده وبتضرب المرايه وبتكسرها. وبتخرج تكلم هيلين اختها وبتعرفها انها قادره تشوف اللحظات الاخيره من حياه المتبرعه بتاعتها، وبتتكلم وبتقول ان كل حاجه كانت بتحصل للمتبرعه دي بقت بتحصل لي دلوقتي. وتاني يوم بيجي الدكتور لسيندي وبيعرفها ببيانات المتبرعه بتاعتها وبكل حاجه عنها، وانها كانت
جت من المكسيك. ده بعد ما صدق سندي في كل اللي قالته، وبتفرح سندي جدا وبتحضنه وبتشكره على اللي عمله، وعلى طول بيطلعوا سوا على المكسيك علشان يعرفوا اكتر واكتر عن المتبرعه دي واللي اسمها يبقى انا، وبيعرفوا ان امها لسه عايشه، وعلى طول بيتوجهوا عليها. وهم في الطريق بتشوف سندي الراجل المحروق اللي بيجي لها في خيالاتها على طول وهو بيحاول يهجم على العربيه، وكمان بتبدا تسمع صوت صريخ، فبتقول لبول يقف هنا، وبتتضح انهم وقفوا قدام ادله الاموات ماتوا بسبب حادثه حريق هنا، وبيشوفوا المكان وهو مقفول ومحروق بالكامل. وبتفهم سندي ان هو ده المكان اللي بتشوفه بيولع في خيالها، وبيروحوا عند طفل معين قدام المكان ظهر على وشه اثار الجروح، وبول بيساله ايه اللي حصل هنا، فبرد الطفل وهو خايف وبيحكي له كل حاجه، وبيعرفوا ان الابواب اتقفلت عليهم جوه ومحدش قدر يخرج، وان السبب في كل ده كانت واحده ساحره، فما بيفهموش حاجه، وبيروحوا على المكان اللي الطفل قال لهم عليه، وبيلاقوا مكتوب على الجدار كلمه ساحره، وبيدخلوا البيت ده وبيستقبلهم صاحب المكان، وسندي بتساله عن مارتينيز انا، لكن مارتينيز بترد عليها بنفسها وبتقول لها تدخل، وبتسالهم هم عايزين ايه، فبترد سيدني وبتقول لها انها عايزه تعرف بنتها انا ماتت ازاي، وعلشان مارتينيز تقتنع سندي بتعرفها ان في اتصال بينها وبين بنتها بشكل غريب هي مش فاهماه لحد دلوقتي. ولما الست دي بتلف لسندي بتشوف اثار الحروق على جسمها، وبتقرب منها مارتينيز وبتعرف انها خدت عيون بنتها من غير ولا كلمه، وبعدها بيقعدوا سوا وبيتكلموا، وبول بيسالها هل بنتها ماتت في الحريق ده، فبترد وبتقول له لا، فسندي بتسالها طب هل انا كانت بتشوف حاجات غريبه ملهاش تفسير، وعلى طول مارتينيز بتعرف حاله سندي، وبتعرف انها بتشوف حاجات مش حقيقيه، وانها كمان بتشوف ارواح لناس ميتين، وبتتكلم وبتقول لها علشان كده انا عمرها ما ارتاحت وكانت دايما وحيده والناس بتخاف منها، وانهم كانوا بيلوموها على طول. فسندي بتسالها بيلوموها على ايه، فبترد وبتقول ان انا كان عندها عاده غريبه، وهي انها تروح لبيت معين وتقعد قدامه وتفضل تبكي، وبعدها على طول حد بيموت في البيت ده. وكمان بتعرف سندي انها كانت بتقدر تشوف الموت نفسه والارواح، وعشان كده الناس كانوا بيلوموها لانهم مفكرينها ساحره، وكلهم انقلبوا ضدها. وفي وسط الكلام ده سندي بتشوف نفس الطيف بتاع الموت بيصرخ قدامها، وعلى طول بتطلب من بول انه يتصل بالاسعاف بسرعه، وبيبدا يظهر التعب على مارتينيز لحد لما بتقع على الارض، وبتقول لسندي ان كل يوم انا بتعمل كده، وبتطلب منها انها تنقذ روحها من اللي هي فيه. وعلى طول بياخدوا مارتينيز في عربيتهم، وبول بيسيب سندي لوحدها في البيت وبيروح هو المستشفى مع مارتينيز، وبتفضل سندي تتحرك في البيت لحد لما بتوصل لغرفه انا، وبتبتدي تشوف ذكرياتها، وبتبقى انا في مكان زي مصنع كده وفي عمال كتير ووسطهم الظل اياه واللي بيبقى في كل حته، وانا بتبقى خايفه على الناس دي كلها من الموت، وبتبقى حاسه بالكارثه اللي هتحصل في المكان، وبتحاول انها تحذر الناس دي وتصرخ فيهم بانهم يخرجوا من المكان ده بسرعه، وبتفضل تنادي على امها لكنهم بيشدوها غصب عنها بره المكان لانهم بيبقوا مفكرينها مجنونه. وفعلا بعدها بكام ثانيه المكان كله بيولع وكل الناس اللي جوه المصنع ده بتحرقوا، وبتجري انا علشان تطمن على امها، لكن كل الناس اللي بيبقوا حوالين المكان مش مرحبين بوجود انا، وعمالين يشتموها ويقولوا عليها انها ساحره، وكمان بياخدوها غصب عنها بعيد عن المكان. وبتقف سندي من كل ده وبتفضل تسمع صوت في المكان فعلا، وبتروح ورا الصوت ده وبتحاول انها تنزل للقابو بتاع البيت. وفي نفس الوقت ده بنشوف ذكريات لانا وهي في القابو، وبتكون جايبه كرسي وسلك وعايزه تخلص على نفسها، وسندي بتنزل في الوقت ده للقابو وبتشوف انا نفسها وهي بتزق الكرسي من تحتها علشان تموت، وبتجري سندي عليها وبتحاول تنقذها، وفعلا بتنجح بعد معاناه انها تفكها من اللي هي فيه، وبتحاول انها تفوق انا وبتسالها هي المفروض تعمل ايه في اللي هي فيه ده، وبتطلب مساعدتها لكن انا ما بتردش عليها. وفي الوقت ده بيوصل بول البيت وبيشوف سندي وهي حاضنه الهوا وعماله تكلم نفسها، واكيد ما بيشوفش انا، وبتكون سندي مندمجه في الحوار وبتحاول تطمن انا وتعرفها انها زيها وبتشوف نفس الحاجات المرعبه اللي هي شافتها قبل كده، لكن انا بتفضل على الحال ده لحد لما بتموت بين ايدين سندي اللي بتخرج هي وبول من البيت، وبتسال عن مارتينيز انا، وبول بيعرفها ان هي ماتت، وبيبقوا خلاص في طريقهم لرجوع على امريكا لحد لما بول بيوصل على الحدود وبيلاقي الطريق متعطل، ولما بيسال فيه ايه بيقولوا له ان في مطارده عربيات قويه في الناحيه الامريكيه ومن ساعتها والحدود واقفه. ووقتها بتقوم سندي من النوم وبتنزل من العربيه من غير كلام، وبتروح على العربيه دي وبتقف على الازاز، وبول بيبقى مش فاهم هي بتعمل كده ليه لحد لما بيجي ذكريات لسندي للعربيه والطفله اللي هي واقفه قدامهم وهي شايفاهم بيولعوا جواها، وعشان كده عايزه تنقذهم من اللي هيحصل. ولما بول بيبعدها عن العربيه بتشوف الظلال دي في كل حته في المكان، وبتفهم ان في كارثه هتحصل، وبتجري وبول بيجري وراها وهو مش فاهم اي حاجه، وبيشوفها وهي بتخبط على باب الباص وبتقول لهم يفتحوا الباب، ولما بول بيسالها في ايه بتقول ان في حادثه كبيره هتحصل دلوقتي وهم لازم يحذروا الناس، وبتدخل جوه الباص وبتروح لاخره وبتشوف العربيه اللي واقفه
واقفة وراهم، وبيلفت انتباهها رقم 106 اللي على العربية، وبيبقى ده نفس التوقيت اللي الخيالات دايما بتيجي فيه لسيدني، وبتبقى الساعة 1:06، وبتشوف التريلا دي وهي جاية محملة وقود، وبتفهم ان هي دي اللي هتكون أس البلاوي اللي هتحصل، وبتكلم بولو بتقول ان انا كانت عايزاني اشوف ده من البداية، وان كل الخيالات والذكريات اللي كنت بشوفها ما كانتش الآن، كانت للحدث اللي احنا فيه ده، وان انا خليتها تشوف كل حاجة هتحصل في الحادثة دي علشان ما تعملش زيها، وتقدر انها تنقذ كل الناس قبل ما تحصل الكارثة، وده اكيد على عكس اللي انا ما عرفتش تعمله. والمشكلة ان بول ما بيصدقهاش وبيبقى شاكك في كلامها، ولما سيندي بتبص وراها في الباص بتلاقي الاشباح دول في كل حتة فيه، فبتتكلم مع كل اللي في الباص وبتقول لهم ينزلوا بسرعة منه، ولما الناس بتستغرب كلامها بتقول لهم ان في قنبلة في الباص، وعلى طول الناس بتقوم بسرعة وبتخرج بره، وبتفضل سيندي تجري على العربيات اللي واقفة كلها وبتقول لهم ينزلوا منها بسرعة، وبتفضل تصرخ بان في قنبلة في المكان، وفعلا الناس بتنزل من عربياتهم وبيجروا بعيد عن المكان ده، وفي الوقت ده المطاردة اللي كانوا سامعين عنها من شوية بتوصل لحد عندهم، وبيبقى فيها عربية مجنونة جاية بسرعة اتجاه مكان سيندي، وعربيات الشرطة بتكون طايرة وراها لحد ما العربية دي بتلبس في التريلا المحملة وقود، واللي بيبدأ يسرب، وفعلا النار بتمسك في العربية، وبتطمن سيندي على الناس وبتشوفهم وهم بيجروا بعيد عن اللي هيحصل، لكن بيلفت انتباهها العربية دي، وبتروح وبتكلم البنوتة اللي فيها من ورا الازاز علشان تفتح لها الباب، لكنها ما بتبقاش عارفة، وبتشوف سيندي الظل الاسود وهو ورا البنت وعمال يصرخ، والنار بتبدأ تنتشر في المكان لحد ما بول بيقدر انه يكسر الازاز العربية دي وبيفتح الباب، وبتخرج البنوتة دي لسيندي، وبول بينقذ امها المصابة، وبيهربوا بعيد على قد ما يقدروا لحد لما فعلا بيحصل انفجار كبير جدا لدرجة انه بينسف كل العربيات اللي كانت واقفة، ولما بتقف سيندي تتفرج على اللي بيحصل من ورا العربية دي الازاز بتكسر نتيجة الموجة الانفجارية، وبيدخل جوه عينيها، وبيجي تاني يوم وبتفوق سيندي وهي على نقالة جوه مستشفى، وعينيها بايظة على الاخر من الازاز اللي دخل فيها، وبتسمع صوت بول وهو بيقول لها انها نجحت في انها تنقذ الناس كلها، وبتفهم سيندي ان المغزى من اللي حصل لها ده ان انا حاولت تنقذ الناس من موتهم، لكنها كانت قليلة الحيلة، والناس كمان كانوا ضدها واتهموها بانها ساحرة، وعلشان كده خلصت على نفسها. اما سيندي مرت بنفس تجربة انا، لكنها قررت في الاخر انها تنقذ الناس. وبعد كل الاحداث دي بنشوف سيندي وهي واقفة تعزف على المسرح بعد ما فقدت بصرها للمرة التانية، وهي مقتنعة ان انا دلوقتي روحها ارتاحت خلاص، وان سيندي كمان بقت مرتاحة بعد ما انقذت الناس دي كلها. وبس كده وبيخلص ملخصنا، واللي لو عجبك فما تنساش انك تدعمنا بلايك وتشترك بالقناة لو اول مرة تتابعنا، وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.